وكده خلصنا مع بعض التفريزات زي ما انتوا شايفين كده. ادي الكفتة وبقيها في طبق صغير، والممبار زي ما انتوا شايفين كده. الممبار يا دوبك على التحمير، ما شاء الله. ده كيلو ممبار بياخد كيلو الا ربع رز، وكيلو الا ربع طماطم، وحزمة بقدونس، وحزمة كزبرة، والبصل طبعا، والثوم والتوابل. ماشي. وادي اللحمة المفرومة شكلها يفتح النفس. ده حطيتها في طبق، والباقي حطيتها في اكياس عشان الاطباق خلصت. ماشي. برضو قطعت حبة حلوين، ومعايا كيس هنا كمان. وكده كفتة ممكن تحطيها كده بالطبق الفرن بتاعها في الفرن على طول، من غير ما تحطها في حاجة تاني يعني. وكده يبقى خلصنا كده احلى تفريزات، وهنكمل مع بعض ان شاء الله بقية التفريزات. كنت نزلت لكم فيديو قبل كده ساعة في تفريزات كتير قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتعليق حلو كده عشان يوصلكوا كل جديد. واقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا اغلى متابعين في الدنيا. سلام عليكم. كده بقى هنعمل تفريز الكفته المشويه. معايا هنا بتاع كيلو ونص لحمه، ومعايا هنا بصل فرماه كويس قوي، واخده الميه بتاعته، مصفيه واخده الميه بتاعته. ومعايا هنا كام حتة ليا كده مقطعة حتت صغيرة. ومعايا هنا البهارات اللي هي فلفل اسود، وشوية كزبرة، وشوية شطة، وشوية ملح، بس كده. بعمل ايه هنا بقى؟ بنزل بالتوابل، وبنزل بالبصل، وبنزل بالليا، وبقلبهم كلهم بقى في بعض كويس قوي لغاية ما تبقى عاملة خيوط كده. محطش اي حاجة تاني ولا توابل تاني عشان اللحمة تبقى طعمها حلو، يبقى تاكلي كده تحسي بطعم اللحمة. اروح بقى اعجنها كويس اوي وهرجع لكم. وكده انا خلصت ضرب الكفتة زي ما انتوا شايفين كده. انا حطيت فيها شوية بقدونس، وضربتها كمان في الكبة عشان تعمل الخيوط اللي انا عايزاها دي. بس الخيوط دي ان هي تبقى متماسكة، شايفين؟ انا هروح احطها بقى في التلاجة من تحت شوية عشان تتماسك، تبقى متماسكة يعني، واقدر ان انا اصبحها كويس قوي. واقول لكم هنعمل ايه بعد كده. يلا سلام. وكده الكفتة بعد ما قعدت في التلاجة ساعة. ومعايا هنا مية البصل اللي انا شلتها، حطيت عليها شوية فلفل اسود، ومعلقة زيت ذرة، وشوية ملح. هعمل ايه بقى؟ معايا هنا شوكة، باخد كده اللحمة واعملها صوابع صغيرة عشان ايه؟ انا هفرزها. هي كده قعدت في التلاجة ساعة. بصوا متماسك ازاي ما شاء الله. اعمل واحد تاني. سهل جدا، بس احنا هنعملها ايه؟ هنديها نص تشويحة كده في الفرن عشان خاطر ولا تطلعي ولا تعصتي ولا تتعبي نفسك. شايفة؟ شايفين المتماسك ازاي في الشوكة ما شاء الله. نكمل بقى وهرجع لكم عشان ما اخدش وقت.
طبعا بحط ايدي كده في الطبق وبدوس على الكفتة كده بمية البصل والفلفل الاسود، اروح سحبها كده. وكده خلصنا تصبيع الكفتة كلها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. زنقتها جنب بعض عشان خاطر السج يقضي. هي كده كده بتكش شوية. اروح احطها في الفرن تاخد تشويعة كده وارجع لكم. كده لما طلعت من الفرن شايفين اللي هي ساحت ازاي. طبعا هي خدت نص سوا يعني يا دوبك تشويحة بس زي ما انتوا شايفين كده، بس هي سخنة لسه. شايفين؟ انا هسيبها تبرد وبعد كده اقول لكم هنعمل ايه تاني. كده بقى هنعمل مع بعض ممبار هنفرزه برضو. معايا هنا طماطم متقطعة، يعني هنا انا معايا كيلو ممبار بالظبط. ماشي. بقطع له كده بتاع كيلو الا ربع طماطم، قطع صغيرة مش في الكبة ولا في الخلاط. ومعايا هنا فلفل ألوان، ومعايا هنا بصل 3 بصلات كده حلوين عشان المنبار بيحب البصل برضه، عاملاه في الكبة. ومعايا هنا بقدونس على كزبرة خضرا، ومعايا هنا معلقة هريسة شطة أساسي، ومعايا معلقة توم مهروس برضه أساسي. معايا التوابل بقى لا تحس إن التوابل كتيرة. بصوا ما شاء الله، كزبرة شطة جنزبيل فلفل اسود توم باودر بصل باودر بابريكا كمون ملح. ماشي كده. هنا بقى عندي رز غسلاه بس انا حاطه عليه الزيت عشان خاطر ان انا ايه ما يعجنش على بال لما اصور يعني وكده. هنزل اول حاجه التوابل ومعلقه هريسه الشطه ومعلقه الثوم عشان نفضي الدنيا، وهننزل بالفلفل الالوان وهننزل بالبصل وهننزل بالبقدونس والكزبرة، واخر حاجة الطماطم بس شكلها هنحطها في حاجة كبيرة عشان نعرف نقلبها. هو فعلا هنحطها في حاجة كبيرة يعني. ماشي كده خلصنا المكونات في بعضها نروح نقلبها كويس قوي قوي وبعد كده اجيلكوا تاني. كده بقى معايا الممبار المغسول ومعايا هنا الخلطة بعد ما قلبتها ما شاء الله ريحتها تحفة وشكلها تحفتين. الممبار زي ما انتوا شايفين كده، على فكرة دي حتة بقدونس زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله متنضف ومتقطع حتت صغيرة. هنعمل ايه بقى؟ نمسك واحدة بقى كده، واحدة ممبار نحشيها. طبعا انا مخليها على الظهر مش على الوش. بتحشي بسرعة جامدة اوي يا جماعة. تحشي نص من هنا وتحشي النص التاني. متحشوش قوي عشان ما يفرقعش منك كده. اه ما شاء الله متحشوش قوي زي ما بقولك كده. ماشي هنكمل على كده هرجع لكم تاني. كده خلصنا حشو الممبار. بتجيبي خلة كده، خلة، وتفضلي بقى ايه بصي على اساس ان هو ما يفرقعش ما يتنفخش ويفرقع، يبقى ايه يشرب ميته ويستوي حلو اوي. طبعا هتعملي فيه كله كده ماشي. كم خرم بس كده بس كده خلاص. معايا بقى كده ميه مغليه، ودي الحله اللي انا قلبت فيها
قلبت فيها الرز والمكونات مع بعض، بنيجي ايه ننزل كده. طبعا الحلة لازم تكون مليانة مية عشان خاطر ما تبقاش قليلة فيه ويمسك في الحلة. والمنبار الحلة بتاعته مش بتتغطى، يعني ما تحطيش غطا عليه. واول ما يغلي سيبيه بقى يستوي على نار هادية. برضو كل الحاجات دي ما تخلوش ان هو ولا واحد يفرقع معاك. هنروح نكمل بقى عشان ما ناخدش وقت. وكده بقى بعد ما الممبار ما شاء الله بيغلي، شايفين ما شاء الله، هوطي عليه بقى خالص عشان يستوي على نار هادية. حط ملح، كده بقى الممبار معايا استوى خلاص. هطفي عليه واطلعه على طول مباشرة من الحلة، ما سيبوش في الحلة وفي المية عشان ما يبوش. ارجع لكم تاني. كده بقى هنفرز لحمة معصجة مع بعض. معايا هنا معلقة سمنة، انا مش هحط سمنة كتير عشان خاطر اللحمة بيبقى فيها نسبة دهون كتير. معايا كيلو لحمة مفرومة، هوطي عليها بقى واسيبها تفك مع نفسها شوية كده لغاية ما اجهز البصل. كده ابتدت تفك اهو مع نفسها. بعد كده بنزل عليه بالبصل المفروم، البصل ده زي ما انت عايزه. لو عايزه تكتري الكميه، مثلا كيلو اللحمه اعملي كيلو بصل، نص كيلو لحمه اعملي نص كيلو بصل. عايزه تقللي تبقى اللحمه كتيره، يعني زي الموضوع ده في ايدك انت اللي بتحددي بقى انت عايزه ايه. انا عندي هنا كيلو وربع لحمه، حطيت عليه كيلو بصل. غطي عليها بقى واسيبها شويه كده. هنا بقى معايا شويه توم متقطعين كده بحطهم عليها، طبعا بيديها ريحه تحفه. معلش بقى عشان البخار مش مبين. احلى تسويحة لحمة معصجة. كده بقى احط البهارات. معايا هنا البهارات: ملح، كزبرة، 7 بهارات، فلفل اسود، جنزبيل، بصل بودر، توم بودر، بابريكا. راح اقلبهم مع بعض. كده بقى اخر حاجة بحطها، انا حطيت شوية زعتر
فريش، ومعايا شوية فلفل هنا متقطعين. طبعا الفلفل متجمد عشان انا بجيبه برضه وبقطعه على حسب الاحتياج بحطه في الفريز. احلى لحمه مفرومه، يعني انت ممكن تعملها سندوتشات وتتاكل كده من غير اي حاجه. اخر حاجه بقى احط معلقه هريسه شطه عشان الفلفل اللي انا حطيته فيها بارد. بصوا بقى بجد ريحه تجنن. هي مش لحمه مفرومه عاديه، لا دي تتعمل سندوتشات وتتاكل وما شاء الله وطعمها تحفه. كده انا هسيبها بس 5 دقايق واطفي عليها وتكون جاهزه للاسطواني وللحشاوي وكل حاجه. شايفين شكلها عامل ازاي، والزعتر بقى مخلي ريحتها تحفه. كده خلصنا اللحمه المفرومه زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله تحفه. بسيبها بقى تبرد وبعد كده اعبيها في اكياس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده معايا فيديو تفريزات برضو بنكمل. معايا هنا فراخ غسلها كويس قوي ونقعها، ومعايا هنا التتبيله بتاعت الشوي اللي هي طبعا انا جايباها جاهزه. فرمه بصل على توم على ليمونه على صلصه وعلى كاتشب وعلى فلفل احمر وهرسة شطة، وحاطة فيها دبس رمان وصويا صوص، وحاطة فيها اللهم صل على النبي التوابل اللي هو فلفل اسود، 7 بهارات، بابريكا، ملح، وحاطة فيها مستردة. طبعا المستردة بتخلي الفراخ طرية وناعمة. المهم كل ده حطيته مع بعضه وفرمته طلع بالطريقة دي. هجيب بقى الوراك، بس الوراك انا مقطعها مفتحاها من تحت ومن فوق. بعمل ايه بقى؟ على فكرة دي مش ريشة يعني من التوابل، ماشي. بفتحها كده، طبعا باخد من الخلطة كده وبحط في الفراخ الفتحات بتاعتها. طبعا انا مفتحاها من جوه، احط جوه الفتحات كده التتبيله تشرب منها تخلي ريحتها تحفه. والصدر برضو نفس الحكايه مفتحاه برضو، بروح احط في الفتحات كده. اروح اكمل وارجع لكم تاني. وكده خلصت التتبيله بتاعت الفراخ شوي. طبعا انا بعمل كميه ليا ولولادي اللي متجوزين. طبعا احنا قلنا برضو ان احنا بنجهز حاجه رمضان عشان ما نبقاش مسبوكين ونبقى قاعدين فاضيين للصلاه والعباده. وكده راح اعبيهم في اكياس ونشوف اللي بعده. كده حطيت معلقه سمنه كبيره وبقلب.
كده معايا نص معلقة توم بقلبه في البصلة. واهم حاجة بقى في الفريك اللي بتخلي ريحته جايبة اخر الشارع والفريك بيبقى طعمه مميز وتحفة، معلقتين كرفس. ماشي، هو انا بجيبه وبغسله وبقطعه وبشيله في الفريزر عشان بحتاجه في حاجات كتير. هنزل عليهم معلقتين كرفس واقلب. بص انا شامه ريحه اول ما هاكل شامين. انا بقى هنا مش بحمر البصله او يا دوبك تصفر زي ما انتم شايفين كده. بنزل عليها بقرنين فلفل احمر متقطعين قطع صغيره خالص. وبنزل بالتوابل اللي هي ملح، كزبره، بابريكا، فلفل اسود، 7 بهارات، زعتر. ماشي، طبعا مش هحط شطه عشان انا حاطه حته فلفل حلو. بص بقى ما شاء الله شكلها جميل ازاي وريحتها بجد قلبك بيه. لو جربتوها تدوقوني. الكرفس ده بيدي طعم حكايه للفريك. طبعا انا على الفريك بقاله بتاع نص ساعه، وانا عامله الكميه دي عشان عامله كيلو فريك يا جماعه، عشان اللي هيفوت مني اشيله. بص عامله التتبيله دي جامده يعني كتير. هي العادي لو انت هتعملي مثلا جوز فراخ بتعملها اقل من كده بكتير طبعا. كده بقى معايا الفريك اهو ما شاء الله غسلاه، فريك الضحى، تغسليه كويس قوي. طبعا هو مش محتاج يتنقع. بنزل عليه كده. ده كيلو فريك. تتبيله كده بقى على قد الكيلو بالظبط. طبعا انا هسيبهم على البوتاجاز اقلبهم كويس قوي واسيبهم 10 دقايق بس اقلب فيهم متواصل عشان خاطر الفريك يبقى معايا طري كده وحلو. كده خلصت الفريك بقى كده. هسيبه بقى لما يبرد خالص وبعد كده اروح احشي بيه الفريك. كده بقى انا غسلت الحمام برضه ونقعته والفريك خلصته معاكم اهو. هروح احشي وارجع لكم تاني. كده خلصنا حشو الحمام زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. حمام كبير ما شاء الله، حاشية من جوه ومن بره، يعني مسلكة من بره وحاشية. وهروح بقى كيسه وكيس الفراخ. كده خلصنا مع بعض تفريز الفراخ المشوية والحمام زي ما انتوا شايفين كده. كده الفيديو بتاعنا خلص، واستنوني في الفيديو اللي جاي ومستمرين في التفريزات لغاية ما نخلص. يلا السلام عليكم. كده بقى هعمل صلصة عشان اعمل صلصة مكرونة. بحطها في حلة كده ما فيهاش اي حاجة، بقطعها كده وبوطي عليها واكمل الطماطم واسيبها بقى على نار هادية. هنا بقى عملت الحلة صلصة زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى ان هي تسيبها على نار هادية واقول لكم هنعمل ايه. كده خلاص هطفي عليها واصفي منها المية دي، بس هسيبها تبرد الاول. كده بقى بعد ما عملت الصلصة في الخلاط وضربتها وصفيتها كويس قوي وحطيتها تاني على البوتاجاز ابتدت تغلي. كده بقى الصلصة بتستوي اهي. هنزل عليها ايه بقى؟ معلقتين كبار سكر، شوية ملح، ربع معلقة زيت، ربع كوباية زيت اسفة،
واسيبها بقى شوية كده. يبقى عملنا مع بعض احلى صلصة زي ما انتوا شايفين كده، جميلة وصحية. تعبيها بقى في اكياس بعد ما تبرد وتشيليها في الفريزر، ما تخليش في اكياس فيه هوا، وتغلفيها تقفليه كويس يعني، وتستعمليها بقى في طبيخ، في مكرونة، في اي اكل انت عايزه تعملي منه، بس بيبقى عندك صلصه احتياطي بتتبلي منها فراخ، بتتبلي لحوم. اقول لكم كده، استنى بقى ما تبرد ونعبيها في كيس كده. بقى انا هعمل برضو صلصه مكرونه، برضو هخزنها رمضان عشان تبقى سهله عليا. عندي هنا حله بنزل عليها بشويه زيت ذرة او اي زيت عندي، حبه حلوين كده. ومقطعة هنا عندي بصل احمر جوانح بنزل بيه. هنا البصل بيحمر اهو، انا عايزه احمره قوي عشان خاطر صلصه المكرونه تبقى غامقه كده. البصل احمر خد لون بطلعه. كده بقى انزل بمعلقتين سكر يتكرملوا في الزيت. كده السكر الكرمل هنزل عليه بقى بالصلصة. كده بقى الصلصة اتسبكت، بطفي عليها واسيبها بقى لغاية ما تبرد، وبعد كده اعبيها في اكياس. كده بقى بنزل عليها بشوية صلصة من اللي انا بعملها معاكم. بقلبها، واول ما تغلي بقى اسيبها تستوي على نار هادية. كده بقى يبقى عملنا مع بعض احلى صلصة مكرونة. هي فصلت اهي، المادة الدهنية فصلت عنها، والمفروض ان احنا نطفي عليها ونسيبها بقى تبرد. ما شاء الله شايفين عاملة ازاي، تحفة. ونعبيها في اكياس ونفرزها بقى ونشيلها. هنا بقى الصلصة بتاعت المكرونة زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله استبكت وبقت جميلة. نروح بقى نعبيها في اكياس. وبرده هنا الصلصة بتاعت الصلصة بقى اللي هي اللي بنخزنها يعني، بنحطها في تتبيلة فراخ، تتبيلة لحمة، نطبخ منها يعني، اللي بتبقى احتياطي. دي برضو استوت معانا، ومعانا هنا اكياس هنروح نعبي بقى عشان نفرزهم ونشيلهم في الفريزر. كده بقى كيسنا الصلصة. بصوا ما شاء الله كمية الصلصة بتاعت المكرونة كتيرة ازاي، تحفة وغامقة. طبعا دي الصلصة العادية، دي فاتحة يعني الاتنين باينين من بعض. نروح بقى نفرزهم وكده. يبقى فرزنا معاكم الصلصة، وفرزنا معاكم كرنب والفراخ ستريبس ودبابيس، كل حاجة يعني، واللحوم. وهنواصل مع بعض بقية التفريزات. وكده يبقى الفيديو بتاعنا خلص. اقول لكم سلام عليكم.
وكده زي ما فرزت بقى البسلة نفرز الفاصوليا. شايفين الفاصوليا ما شاء الله طازة وحلوة. هنروح نقطعها ننضفها يعني مع بعض ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. وكده بقى قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، قطعتها على ايدي من غير سكينة. بصراحة ما بعرفش اقطع بالسكينة. قطعتها، ما علينا بقى بالتقطيع، كل واحد يقطع بالطريقة اللي تعجبه. المهم بقى ان انا هروح اغسلها كويس قوي وانشفها زي البسلة بالظبط، انشفها من المية. كده غسلتها وهنشف فيها برضو زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى انا معايا حلة، معايا ربع معلقة سمنة، حتة صغيرة يعني، حطها كده في الحلة. ومعايا بقى الفاصوليا اللي غسلتها ما شاء الله، شكلها يفتح النفس بيا يعني. طبعا موطية النار خالص وقلب متواصل. كده بقى خلصنا الفاصوليا وهنطفي عليها بقى ونسيبها ما تبرد خالص قبل ما نعملها في الكيس. وكده خلصنا تكييس الفاصوليا. انا مش عامله كتير يعني عشان احنا ملناش فيها قوي، بس اهم حاجه ان انتي تفضي الكيس من الهواء كويس قوي وتخليه شايفه كده يعني تريحيها كده في الكيس، ما تبقاش على بعض كده ماشي. ولما تيجي تطبخيها بتحطيها في الصلصه على طول وهي متجمده، ما بتسيبهاش تفك. ولو عملتها في شوربه خضار نفس الكلام. وكده خلصنا الفاصوليا، نخش بقى على حاجه تاني. هنا بقى معايا بسلة زي ما انتوا شايفين كده، بسلة تحفة سكري. طعمها معسل وجميل جدا. هي اغلى من التانية شوية بس احلى بكتير طبعا. طبعا اكترية البسلة اللي في السوق ناشفة وعاملة زي الفل الحراتي، بس دي مميزة. دي اللي هي اسمها ان هي معسلة ماشي. هي بتبان من شكلها بتبقى شديدة الخضار ماشي. هنروح نفصصها. وكده بقى بعد ما فصصنا البسلة ما شاء الله البسلة تحفة معسلة وجميلة جدا. انا عملت منها شوية مع فراخ مشوية خضار سوتيه يعني تحت الفراخ، استوت بسرعة وزبدة كده خالص. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هي باين عليها اصلا. هنروح بقى نفرزها بالطريقة اللي انا بفرز بها البسلة. دي طريقة من الطرق اللي انا بحبها يعني. هنروح نغسلها ونشوف هنعمل ايه. وكده طبعا معايا حلة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا معايا هنا 4 كيلو بسلة مفصصاهم وواخدة منهم شوية، عاملة منهم خضار سوتيه. معايا هنا معلقة سمنة، طبعا الحلة ناشفة، معايا معلقة سمنة. المادة الدهنية اللي عندك حطيها بس مش كتير يعني، طبعا عشان الكمية فمعلقة السمنة دي تعتبر يعني ايه حاجة كده رمزية يعني ماشي. بسيحها كده. الطريقة دي يا جماعة صحية وجميلة جدا وكمان بتستوي شوية يعني. انت لما بتيجي تطبخيها بتلاقيها بتستوي بسرعة
طبعا انا مبحطش معاها جزر، اللي عايز برضه يحط يشوح معاها جزر يحط، بس الجزر كده كده انا بالنسبه لي طول السنه موجود. معايا هنا البسله اللي انا منشفاها، انزل عليها كده. الطريقه دي بتخلي البسله تفضل خضرا طول السنه في التلاجة عندك. ما شاء الله مجرد ان هي اتحطت في الحله، بصوا الخضار بتاعها عامل ازاي. نرجع بقى للجزر. انا الجزر بالنسبه لي موجود طول السنه، فالجزر انا بلاحظ كده لما بيتحط مع البسله ويتخزن بيجلد شويه، لكن لما بيتحط فريش هي كده كده البسله بتبقى طازه وزي الفل في التخزين، لكن الجزر مش بيعجبني. وده طبعا كل واحد برأيه، ده رأيي الخاص يعني انا. ماشي، بس انا بحب البسله بس من غير الجزر. طبعا بنقلب فيها، انا موطيه النار عشان خاطر ان هي بس ايه تتشوح، ما بتكملش حاجه يعني. هرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين بقى شكلها، طبعا هي لسه ما كملتش على النار حاجه. اكمل وارجع لكم تاني. بصوا حبايبي، تلاحظوا كده كل ما بتزداد خضار وشكلها بيبقى تحفه الصراحه، جميل جدا. شايفين برضو يعني مش بتكمل حاجه على البوتاجاز، بس الطريقه دي بجد هتعجبكم جدا للي هيجربها ويقول لي ايه رايه فيها. كده بقى خلاص خلصت ما شاء الله، بألف هنا وشفا للي هيعملها. شايفين ما شاء الله الخضار بتاعها عامل ازاي، تحفه. وكده بقى انا نزلتها وحطيتها في صينيه واسيبها لغايه ما تبرد، وبعد كده اعبيها في الاكياس اللي هشيلها فيها. ما شاء الله بألف هنا وشفا. وكده بقى بعد ما البسلة خلصت وعبيناها في اكياس على قد الطبخة، طبعا احنا بنحبها بنعشقها بصراحة. بنعمل الطبخة يعني مش أقل من كيلو وممكن 2 كيلو كمان. طبعا دي كمية صغيرة اللي أنا فرستها، أنا بفرز منها كمية جامدة. كل فترة كده أجيب 5 6 كيلو أفصصهم عشان يبقوا خفاف عليا. وكده الفيديو خلص، ويا رب تجربوها وتعجبكم، واستنوني في الفيديو اللي جاي أقول لكم سلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال. أتمنى لكم كل الخير والحب. النهاردة هنعمل تفريزات فراولة. طبعا انتوا عارفين ان الفراولة كتيرة الأيام دي، بس فيها البلدي وفيها اللي هو اللي واخد كيماوي. طبعا معروف اللي واخد كيماوي بتلاقي الحباية كبيرة زيادة عن اللزوم، لكن البلدي اللي زي كده والصغيرة اللي زي كده دي البلدي، مش باينة أوي يعني. شايفين عاملة ازاي؟ طبعا احنا نروح ننضفها الأول وارجع لكم تاني. كده انا نضفتها. ده طبق، ده الطبق التاني. اروح اغسلها بقى كويس اوي. كده انا قطعت الفراولة مصاص زي ما انتوا شايفين كده. عندي هنا عسل نحل. هعمل ايه بقى؟ هحط معلقة عسل هنا في الطبق، بس مش كتير عشان خاطر انا مش عايزة يبقى معسل اوي يعني، عشان انا هخزنه لرمضان. واخد بكبشة كده وبنزل على العسل. احط بقى معلقة عسل تاني.
بقلب كله كده في بعض عشان العسل يجيب كله. حط بقى كبشة تاني. نحط معلقة عسل لحسة من قعر الطبقة. بعد كده بحط طبقة تاني. الفراولة دي تحفة يا جماعة والله، بلدي بلدي يعني، انا دقتها معسلة جدا. معلقة عسل الفراولة دي تقدري تستعملها في الحلويات في رمضان، مع عصاير تزوقي بيها كده. كده خلصنا الطبق كلها اهو. الحبة الاخرانيين كده احط معلقة عسل تاني اخر حاجة بقى. احنا ممكن نعمل كده تمام عشان نجيب اللي تحت فوق واللي فوق تحت. هسيبها ساعة واحدة بس، مش هبيتها بقى زي ما عملت المربى يعني. ساعة واحدة بس عشان خاطر ان هي تاخد من العسل وتنزل العسل بتاعها. ارجع لكم بقى تاني. شايفين شكلها جميل ازاي؟ كده بقى الفراولة بعد ما سبتها ساعة ويعتبر نزلت برضو العسل بتاعها زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. هعبيها بقى في اكياس واشيلها في الفريزر. كده عبينا الفراولة في اكياس زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا كل كيس حطينا فيها كبشة عسل من اللي نازل من الفراولة ومن العسل. وكده احنا هنفضي الكيس من الهواء كويس قوي ونربطها ونشيلها. ممكن تزوقي بيها كيكة، تورتة، رز بلبن، حلويات، اي حاجة. كده الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون نال اعجابكم. واقول لكم السلام عليكم. وكده حطيناهم في بطرمانات طبعا معقمة. وتحطها في بطرمانات وتقفلي عليها كويس عشان خاطر الزيوت بتاعتها ما تطيرش. وكده يبقى عملنا احلى توم باودر وبصل باودر، حاجة كده عظمة وريحتهم جايبة اخر الدنيا. وكده الفيديو بتاعنا خلص، يا رب تكونوا استفدتوا، واستنوني في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واقول لكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. هنخش في الفيديو النهاردة على طول. هنعمل توم مجفف. طبعا احنا بنحتاج التوم البودر والبصل البودر، فهنعمله في البيت بطريقة صحية وحلوة. معايا هنا توم مقشرات كويس قوي، وطبعا شايلة الجزء اللي من فوق ده، واروح اعمله في الكبة وارجع لكم. وكده انا فرمت التوم في الكبة طبعا حتت صغيرة كده عشان يتحمص بسرعة ويبقى سهل طحنه. ومعايا هنا صينية دهنها زيت بسيط خالص عشان ما يلزقش. بعمل ايه بقى؟ بحط التوم كده افرده في الصينية. ندلق الطبق احسن كله، ندلق الطبق كده ونفرد بقى التوم كويس. طبعا انا مولعه الفرن بطريقه صحيه، وتوم نضيف مضمون.
انت اللي عاملاه، مش معلش، مش الرابش او زبالة التوم اللي هي بتطحن و بنشتريها ونستعملها في الاكل. انا سويت الصينيه كده بالتوم، والفرن زي ما بقول لكم شغاله. هروح بقى احطه في الفرن واتابعه كده. التوم بعد ما اتحمص في الفرن، شايفين شكله جميل ازاي. بس انا طبعا برضو مش هطحنه كده على طول، انا اسيبه لغايه ما ينشف خالص. بس بصراحه ريحته قلبة الدنيا، مش هو توم بس وبيتحمص، بس ريحته فظيعه. هسيبه كده بقى يتهوى. اول ما ينشف اقول لكم خد وقت قد ايه بالظبط واطحنه معاكم. كده بقى هنعمل في البصل زي ما عملنا في الثوم. انا قطعت البصل كده جوانح زي ما انتم شايفين كده، وافكها من بعضيها. انت عايزه بقى تحطيه في الشمس لغايه ما يتحمص يعني. هتقعدي، هياخد وقت يعني، يقعد كام يوم. انا هعمله في الفرن. بصوا هنا كده انا معايا صينيه كبيره، اللي انا عملتهم كده فردتهم عن بعض، هرشهم كده في الصينيه. انا مش عايزاه يبقى فوق بعضه، فرد شويه كمان. طبعا يا جماعه عمايل البصل والثوم البودر في البيت احلى بكتير قوي من ان انت تشتري جاهز، لانه بتبقى ريحته طبيعيه اصليه، مش محطوط عليه اي اضافات تانية، فبتبقى ريحته جميله بصراحه. فاللي جرب بقى عارف الموضوع ده. متحطوش على بعضه، ولازم يتفكك من بعض عشان ما ياخدش وقت في الفرن. طبعا بتشغلي الفرن على 100 اوطى حاجه، وبتسيبي بقى كل شويه تبصي عليه تقلبيه. طبعا ريحتنا كلها بقت بصل والدنيا زي الفل. الشقه كلها بقت ريحتها بصل. طبعا انا جايبه صينيه كبيره قوي عشان خاطر ان هي تاخد الكميه كلها، وما احتاجش ان انا احطها في صينيه تاني. والله حاجتنا في البيت كلها بتبقى احلى من بره بكتير بصراحه. انا عن نفسي بحب اعمل كل حاجه كبيره صغيره في بيتي، محبش اشتري حاجه جاهزه ابدا. طبعا كل شويه هتقلبيه في الفرن عشان ما يبقاش ناحيه متحمصه وناحيه لا. كده خلصنا الكميه زي ما انتم شايفين كده. نروح نحطها بقى في الفرن. كده طلعت البصل عشان اقلبه، اديله تقليبه حلوه كده، وابتدى ان هو يتحمص. بس طبعا لازم نقلبه كل شويه ونفرده تاني. شفتوا هو قل ازاي. نروح نحطه بقى في الفرن ونقلبه كل شويه، نقلبه لغايه ايه ما يديك اللون اللي انت عايزاه الذهبي الحلو ده ويتحمص. وكده البصل زي ما انتم شايفين كده واخد لون تحفه في الفرن. سامعين الحراشة اتحمص جامد. وكده خلصنا بقى تحميص التوم في الفرن. شايفين التحميصة بتاعته طالعة على نار هادية ازاي، والبصل نفس الحكاية. ما شاء الله ريحتهم تحفة هما الاتنين. هنروح بقى نطحنهم.
كده بقى بعد ما طحنا الثوم والبصل، حاجة جميلة جدا تحفة. شايفين ما شاء الله ناعم ازاي وبودرة. وادي البصل، بس البصل اكتر شوية من الثوم. طبعا الخزين ده يقضيكي شهرين 3 كمان. مش هتحتاج ان انت تشتري حاجة من برا. حاجتنا معمولة مضمونة في البيت وطبيعية، ما فيهاش اي اضافات، وضامنة انت عاملها ازاي. وكده نروح نعبيهم بقى في البطرمانات. وكده عملنا مع بعض توم باودر وبصل باودر في البيت، حاجة عظمة وتحفة واكتفاء ذاتي بقى في البيت، حاجة مضمونة وعارفين احنا عاملينها ازاي، وريحة طبيعية وطعم خطير في الأكل. وأقول لكم لو عجبكم الفيديو، اللي ما اشتركش عندي يشترك، وقولوا لي تعليق حلو كده. كده بقى هعمل الصلصة بتاعة المحشي برضو. بعمل كمية عشان اخزنها برضو عشان خاطر رمضان. انا معايا هنا اللي هو بيطلع من المواسير. كده زي ما انتوا شايفين داخل اهي مع نفسها. حط بقى البصل عليها، البصل فرمت كده وبقلب فيه لغاية بس ايه ما يصفر بس كده. كده البصل يصفر. طبعا انا عامله بصل كتير عشان اولا المحشي بيحب البصل. البصل الكتير في المحشي بيخلي طعمه حلو، وتحطي بصل احمر فيه عشان بيخليه معفن. كده يا دوبك البصل اصفرت. وطبعا انا عامله كميه نزلت على الطماطم. طماطم بتعمليها في الكبه مش في الخلاط عشان يبقى فيها قطع كده حلوه باينه. هنا بقى معايا فلفل احمر مقطعه حامي على بارد. طبعا المحشي فلفل وحامي بيبقى حلو اوي وهو مشطشط. هنضربه في الكبة. كده الصلصة اتظبطت نص تسبيكة. بعمل ايه بقى؟ معايا الفلفل اللي انا طحنته في الكبة، حطيت عليه قرنين فلفل اخضر حلو. ده بيخلي المحشي كمان محمر كده وشكله حلو، وطعمه كمان حلو بيبقى مشطشط. هنسيبها بقى تكمل سوا على نار هادية. كده الصلصة بتاعت المحشي اتسبكت، يعني فاضل عليها حاجات بسيطة بس واطفي عليها. برضه هقسمها في اكياس واشيلها على قد الاكلة. كده الصلصة قربت تستبك. برضه هقسمها في اكياس بعد ما تبرد على قد الاكلة، بس لسه عليها شوية. كده خلصت خالص واستبكت. حطي عليها بقى واسيبها تبرد. التوابل كلها طحنينها فريش مع بعض، حاجة تحفة. والشطة بقى اللي عنده برد يا جماعة يشم الشطة. اللي عنده يعني بلغم او زوره مقفول او كده، اوعى تصدقوا كلامي، يعني انا مش قادرة اقاوم الشطة، مخلينا عمالة بعطس. كمون فريش، كزبرة فريش، 7 بهارات فريش، شطة فريش وتحفة، وفلفل اسود، وما شاء الله الثوم المفروم. يبقى احنا كده عملنا اكتفاء ذاتي في التوابل وفي الثوم، مش هنحتاج اي حاجة ولا مجهود. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ كده طحنا التوابل زي ما انتوا شايفين كده. ريحتها تجنن، ريحتها فعلا تحفة. التحميصة مع التوابل مديها ريحة حلوة اوي للمكان. طبعا انتي تفضلي ان انتي تجيبيها وتحمصيها وتطحنيها في بيتك، عشان ما تضمنيش ان انتي اللي هتجيبيها من عند العطار مطحونة ازاي، فيها تراب فيها حصاوي. نخاف على صحتنا وصحة ولادنا، ما تكسليش. التوابل دي عامل مهم جدا في الاكل. آه هوريكم بقى بقية التوابل. برضه هحمصها واطحنها معاكم كده. ده يوم التوابل، يعني الفيديو ده للتوابل بس. وهنا برضه بحمص اليانسون بعد ما نقيته كويس. كده عندي الفلفل الاسود، بديله تحميصه برضه كده قبل ما نطحنه. خلاص كده هنطفي عليه، مجرد بس ان هو يطلع رطوبة ونسيبه يبرد، بعد كده نقيه ونطحنه. كده حطيت الكزبرة برضو بحمصها. الكزبرة دي بقى بالذات أساسي في التحميص، ريحتها بعد التحميص وبعد الطحن بتبقى ريحتها فظيعة في الأكل، ريحتها جميلة جدا، طبعا فيها فوائد جامدة جدا. احنا بنحمصها كده، وبعد ما احمصها برضو بسيبها تبرد ونقيها كويس قوي، بعد كده اطحنها. خلاص كده اطفي عليها واسيبها تبرد. معايا بقى هنا الكزبرة، نقيتها كويس قوي وبحمصها برضه. الكزبرة بقى بالذات هي اللي لازم تتحمص، عشان خاطر لما بتتحمص بتبقى ريحتها تحفة، وطبعا فيها قيمة غذائية جامدة وبتبقى حلوة على أكلات كتير. يعني يا دوبك تشويحة بس كده، مش معايا هنا الكمون زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله كمون نضيف ومنقية كويس قوي. اروح اطحنه. بس كده خلاص هطفي عليه. وكده معايا التوم مفصصة كده ما شاء الله، بتاع كيلو توم، ومعايا قرن فلفل هنا احمر هروح افرمهم مع بعض. ده برضو من ضمن التفريزات. ماشي كده بقى معانا اخر حاجة الشطة.
طبعا الشطة مش بتتحمص حد يحمص الشطة. طبعا الشطة قرون زي ما انتوا شايفينها كده ونضيفة. وبرضو المفروض ان احنا نجيبها سليمة ونطحنها عشان خاطر الشوائب. دي هنروح نطحنها، دي اخر حاجة في التوابل. وكده بقى ما قدرناش نقاوم عملنا صلصة المحشي عشان نخزنها. فطمعنا بقى في شوية صلصة عشان نعملهم محشي، مش قادرين نقاوم بصراحة المحشي. كده انا هشيل شوية محشي كرنب، واروح احشي شوية كوسة على بتنجان على فلفل، واسويهم معاكم نختم بيهم الفيديو.